أثارت أنباء دخول الفنانة مي عز الدين المستشفى ثم العناية المركزة حالة من القلق والخوف عليها بين جمهورها بعد ما أعلن زوجها خضوعها لعملية جراحية استدعت بقائها في العناية المركزة. وهوب الخبر انتشر بسرعة الصاروخ على مواقع التواصل الاجتماعي، وكالعادة الجمهور اللي بيحبها عنده فضول وعايز يعرف ايه اللي حصل وحالتها ايه دلوقتي. يلا بينا نبدأ الفيديو. يا مساء الأنوار، نورتوني وشرفتوني في قناتي. اللهم صل وسلم وبارك على شفيعنا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. بشكل مفاجئ أعلن أحمد تيمور زوج الفنانة مي عز الدين عن خضوعها لجراحة دقيقة في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة بعد تعرضها لأزمة صحية من أسبوع. وكتب منشور على حسابه الخاص فيسبوك وقال هي تعبانة من قبل رمضان بأسبوعين ودخلت المستشفى منذ أسبوع تقريبا، وقال إنها أجرت جراحة النهاردة الجمعة وخرجت من غرفة العمليات وهي حاليا بالعناية المركزة. دعواتكم ليها بالشفاء العاجل. ولحد دلوقتي ولحد اللحظة اللي احنا فيها دي زوجها أحمد تيمور ما صرحش بأي معلومة تخص حالة مي وإيه هي نوع العملية ولا أي حاجة خالص. هو كل اللي طلبه الدعاء لمي بالشفاء العاجل، واحنا كلنا بندعيلك يا ميوشة او يا ميكا. ويا ريت يا جماعة احنا في ايام مفترجة وكلها بركة وخير، ما نبخلش عليها بالدعاء ان ربنا يشفيها وتقوم بالسلامة هي وكل مريض، اللهم امين. مي فنانة جميلة ورقيقة وفي حالها ودايما في عزلة كده عن اي مشاكل ومفيش حد ما بيحبهاش. عندها احساس واي دور بتعمله بتكون صادقة فيه وبتمثله بجدارة. ولما أعلنت زواجها في شهر نوفمبر 2025 كانت مفاجأة للجميع، وجالها آلاف التعليقات، وعبر عدد كبير من زملائها النجوم في مصر والوطن العربي عن سعادتهم بالمفاجأة الجميلة دي واتمنوا لها كل الخير ودعوا لها إنها تعيش حياة زوجية سعيدة. وفعلا السوشيال ميديا وقتها ما كانش ليها سيرة إلا زواج مي عز الدين، يعني كانت ترند وقتها ما شاء الله. الكل كان فرحان لها وخصوصا انها كانت بتعيش عزلة ووحدة بعد وفاة والدتها اللي كانت متعلقة بيها جدا. اما بخصوص اعمالها فمي اعلنت قبل رمضان خروج مسلسلها الجديد قبل وبعد من سباق دراما رمضان 2026، وقالت ان القرار جاء بسبب ضيق الوقت، وكان اخر اعمالها هو مسلسل قلب ومفتاحه اللي اتعرض في شهر رمضان 2025. ميوشة الجميلة ربنا يطمنا عليكي وتقومي بالسلامة لجمهورك اللي بيحبك. وكده خلاص خلص الترند بتاعنا النهاردة، ويلا بينا على فزورة الفيديو. وفزورة فيديو النهاردة بتقول والدها نبي وزوجها نبي وأخوها نبي وابنها نبي فمن تكون؟ يلا بسرعة انزلوا جاوبوا في الكومنتات وخلي أولادكم وأصحابكم وجيرانكم يشاركوا معاكم في الإجابات. وما تنسوش اللايك اللي بيرفع الفيديو، وانزلوا اشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وفعلوا زر الجرس ودوسوا على علامة الكل عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي بنزلها. باي باي.